أول شيء أظن قرار غريب جدا ومفاجئ، لأنه قرار قبل ساعتين من المباراة. هذا شيء ربما لم تعود عليه من قبل، لأن المدرب أول شيء يحضر لاعبين ويحضر أسلوب طريقة اللعب، وبالتالي يخرج هذا القرار لأنه الآن سيكون غير موجود، غير متاح غير موجود صحيح. لكن خلينا نقول أنه احنا دائما ثقة في الطاقم ككل، في المساعدين، في رشيد وفي غريب أمزين كذلك، وفي كل الطاقم. أول شيء نتكلم عن المدرب شخصيا. وليد أنا يعني جاورته كلاعب عندما لعبنا في المنتخب في فترة من الفترات، وكذلك متواصل معه كمدرب لغاية الآن. ومن المستحيل أن ينطق أو يخرج هذا الكلام منه اللي ادعى مبيمبا أنه سب وشتم هذه الأشياء. ثاني شيء هو شخص محترم، شخص مهذب. لو تشوف المباراة، الحركة الأخلاقية اللي احنا كنا ننتظر أول شيء أن الاتحاد أو لجنة الاتحاد الإفريقي، اللجنة التدريبية، أن ربما تخرج بقرارات ضد اللاعب بيمبا، لكن بالعكس خرجت ضد المدرب وليد الركراكي. مع أنه نفى جملة وتفصيلا مستحيل. شو أنا نعرفه أي شيء فيما يخص كلمة أو كلام. شوف أنا نعرفه شخصيا شخصيا هذا للأمانة شخص محترم، وأنه مستحيل أنه ينزل لهذا المستوى ويخرج بهذه الأشياء. ثاني شيء مبيمبا طيلة المباراة وهو مشحون، يشتم ويسب، وحتى من الحركات اللي شفناها احنا في التلفزيون وهي معروفة وشافها الجميع، وحتى الاتحاد او لجنة الاتحاد الافريقي شافت هذه الحركات اللا اخلاقية اللي عملها بعد المباراة، ولم يتخذ فيه اي قرار. نعم، علامة استفهام كبيرة على هذا اللاعب، ورفضوا الخروج في اخر في الاخر صحيح. ثاني شيء كما قلت مبيمبا كلاعب كما قلت كان مشحون طيلة المباراة ومشحون حتى قبل المباراة. يعني حتى في المؤتمر الصحفي صرح انه قال ليس لديه اصدقاء، مع العلم عنده اصدقاء ناحي في نفس الفريق، وانه سيدخل الى حرب والى الاشياء كلها، وشحن الجميع معه.